السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. ركز معايا في الفيديو ده، وبعتذر عن اللايف اللي فات اللي انا كنت بتكلم فيه، بس حصلت ربكة كده خلت الواحد ما يكملش اللايف اللي هو كان فيه. و... وانا عارف ان احنا دنيا صيام، وانت طبعا بتبقى هفتان وعايز تطول اي حاجة تخليك انك، بس انا طالع معاك دلوقتي عشان خاطر اسليك في الوقت اللي هو قبل الفطار، لان انا عارف الوقت ده وقت جوع وعطش. وقت جوع وعطش انا عارف. فانا طالع اتكلم بقى معاك وندردش سوا ونتكلم او اكمل كلامي اللي حصل في اللايف اللي هو كان من شويه. فعايزك تركز معايا جدا في اللايف ده عشان في كلام كتير قوي هيتقال، وفي احراجات كتير. طبعا انا طلعت في اللايف اللي فات واتكلمت وقلت ان الكابتن احمد شوبير ومرتضى منصور تم التصالح ما بينهم في احدى اللي هو كان فيه سحور امبارح، وهما الاتنين اتقابلوا سوا في نفس المكان، والدنيا مشيت معاهم كويس وتصالحوا، والدنيا بقت زبادي خلاط ما بين كابتن احمد شوبير وما بين مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. عايزك بقى ايه تركز بقى في اللي جاي. طبعا بعد كده طلع المستشار مرتضى منصور طلع اتكلم في ايه على مجلس اداره نادي الزمالك. انت ازاي بتدعم التحكيم وانت من اسبوع طالع بتتكلم على سوء التحكيم، وهو مأثر على النتائج بتاعه نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت. يبقى لما تيجي بعد كده وتيجي تلعب ماتشات بتحكيم مصري وتتظلم، مش هتعرف تفتح بقك. وهي دي الحقيقة، وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه في كذا لايف قبل كده. مش انا اللي بقول ده، انا بقول لك الكلام اللي اتقال من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. مش بقول لك كلام طالع من عندي، لا، انا الكلام ده انا قلته قبل كده. قلت قسما بالله لو اي حد من جمهور نادي الزمالك اتكلم على التحكيم المصري بعد كده، جمهور النادي الاهلي هيطلعوا مسرح. فبالتالي ده اللي المفروض يحصل. او لو في ناس عاقله، في ناس عاقله من جمهور نادي الزمالك هتعرف ان هم دلوقتي حطوا نفسهم في خانه كده هتبقى رخمه معاهم لسنين قدام. تمام. عايز اكلمك في ضرب تحت الحزام من النادي الاهلي عشان خاطر في ناس تفوق للنادي الاهلي بيفكر ان هو يعمله. طلع قناه النادي الاهلي اتكلمت في ايه، تقول لك ان طقم التحكيم المصري او طقم التحكيم الاجنبي كل اللي بياخده 25,000 دولار. اتحاد الكرة بيطلب ليه بقى من الأندية في التحكيم الأجنبي؟ ليه بيطلب 50 و70 ألف دولار؟ أدي حتة كده من تحت من طرف المعلقة. ده لسه فيه كتير. ده اللي جاي هتبقى رخامة على الكل، هتبقى سواد على الكل بالمعنى الأصح. لو انتوا عايزين توقعوا النادي الأهلي، فالنادي الأهلي لو هيقع مش هيقع لوحده. اللي هو النادي الأهلي بيعرف كده، بيعرفهم كده دلوقتي حته كده من طرف المعلقه، اللي هو التحكيم المصري. التحكيم الاجنبي المفروض بياخد 25,000 دولار، انتوا بتطلبوا 50 و70 ألف دولار بناء على ايه؟ ادي حته كده حلوه كده، يعني ايه، عشان خاطر تعرفوا تفكروا كويس لحد بكره. تعالى بقى نركز في سواء. على فكره اللي انا عايز اقوله ان رابطه الانديه الاتجاه كله رايح ان اللي هيلبس الليله كلها هي رابطه الانديه. تمام. بس الكلام اللي اتقال ان اتحاد الكوره طلب من رابطة الأندية إن هي تعمل أول مباراة في الدوري يبقى أهلي وزمالك. يعني أنت متخيل جايبين نادي مركز تاني اللي هو النادي الأهلي، وجايبين الزمالك اللي هو مركز تالت يلعبوا مع بعض أول ماتش. فأي قرعة ولا ذكاء اصطناعي ولا ذكاء اصطباحي اللي حصل فيه ده ما تفهمش. وتاني مباراة للنادي الأهلي يوم 12 إبريل مع نادي بيراميدز. وماتش نادي بيراميدز مع الزمالك في اخر الدور التاني خالص، اللي هو يعني يعتبر تامن ماتش بالنسبه للفرقتين. تمام. ده غير ان رابطه الانديه في خطاب طالع منها ان هي عايزه تسند مباراه النادي الاهلي والزمالك. على فكره النادي الاهلي لحد دلوقتي ما اعترضش في اي حاجه، وان رابطه الانديه طلبت ان المباراه تتلعب بتحكيم اجنبي.
ليه؟ بناء على انك انت دلوقتي عملت قرعه الفجريه، والمفروض اول مباراه كمان 5 ايام من بعد ضد القرعه لمباراه الاهلي والزمالك. وفي خطاب من رابطه الانديه ان هي بتطالب باول مباراه ما بين الاهلي والزمالك بتحكيم اجنبي. في تعنت مع لا اتحاد الكوره ان المباراه تتلعب بتحكيم مصري، ومع محمود بسيوني اللي عنده كوارث تحكيميه مع نادي الزمالك. كوارث تحكيميه. في كوره كده، في كوره جايه يعني الونش ايده فوق وكوره جايه في ايده ما اتحسبتش ضربه جزاء. انت متخيل معايا؟ انت متخيل ان في ضربات جزاء من وحي خيال الحكام كانت بتتحسب لنادي الزمالك عادي يعني، والدنيا ماشيه لذيذ، وفي الاخر الزمالك كان بيطلع ان هو يهاجم في التحكيم المصري عشان خاطر ما تفهمش ايه بقى كان بيهاجم التحكيم المصري على اي اساس. بس كل ما بفتكر الهجوم على التحكيم المصري افتكر ان تصريح عمرو الدرديري وهو بيقول الزمالك بيبقى واخد حقه تالت ومتلت، بس في نفس الوقت لازم ندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر من حقنا. يا ريت ما ننساش الحته دي. ده غير ان ممدوح عباس اللي هو الرئيس الفعلي لنادي الزمالك طلع يقول لك هاني ابو ريده انت محسوب على الزمالك ازاي؟ ولا انت محسوب على الزمالك محسوب على الزمالك على الفاضي ولا ايه؟ طبعا تصريح كارثي. تمام. تصريح كارثي. ده غير ان تعالى بقى من ناحيه تانية ان ايهاب الكومي طالع فيديو، والفيديو ده خلاص يعني اتسجل، ونادي الاهلي خده من ضمن الحاجات اللي ممكن يقدمها الاتحاد الدولي. وعلى فكره النادي الاهلي فعلا هيقدم كل حاجه، بس مستنيين بكره عشان خاطر المفروض عقوبات الانديه بكره هتتقال. والنادي الاهلي قافلها مع وزير الشباب والرياضه، وقافلها مع رئيس الاتحاد المصري، وقافلها مع الكل ان انا المباراه تتعاد بتحكيم اجنبي. وتعالى بص كده على التحكيم من الاجنبي اللي جه في ساعتين. يعني انت منين قبلها بيومين تقول ضيق الوقت ومش ضيق الوقت مش ينفع نجيب تحكيم اجنبي وعشان خاطر الوقت ضيق ومش وقت ضيق، وهوب مره واحده وزير الشباب والرياضه في خلال ساعتين التحكيم طقم تحكيم سعودي جاي مخصوص بطياره خاصه من السعوديه لحد هنا. لك ان تتخيل ان رئيس الاتحاد المصري اللي هو خد منصب في الاتحاد الدولي وليه منصب موجود معاه في الاتحاد الافريقي مش عارف يجيب لك تحكيم اجنبي في 24 ساعه. مش هقول لك مثلا 48 ساعه اللي هو كان بيقول عليهم ضيق الوقت ومش ضيق الوقت، لا ده انا بكلمك في 24 ساعه. في ساعتين اتنين تحكيم سعودي جه مخصوص بطياره خاصه. تمام. ده غير ان ايهاب الكومي طالع يقول لك ان هي مبيته ان في توجه للدوري لنادي معين. نادي الاهلي خد الفيديو ده مخصوص ومحطوط مع ضمن الخطابات اللي كان بيوديها لاتحاد الكوره، واتحاد الكوره كان بيطنشها. ما هو زي ما انت كاتحاد كوره الكبير بتاع الليله كلها ليك مكانه مع الاتحاد الدولي، فالنادي الاهلي ليه مكانه خاصه مع الاتحاد الدولي بسبب المنصات تتويج اللي النادي الاهلي بيبقى فيها. مركز معايا؟ ليه مكانه خاصة مع الاتحاد الدولي فيفا بسبب كاس عالم أندية في نسختها الأولى. ليه مكانه خاصة مع ناس تقيلة في الاتحاد الدولي، ومع ذلك كان ممشي الدنيا وما كانش فيه أي مشكلة لحد ما أنت عانيت في موضوع التحكيم وزنقت الدنيا غصب عن الدنيا كلها، وكنت عايز تلعبها بالتحكيم المصري وبحكم، معلش مع احترامي لأي اسم أنا بتكلم عليه، حكم مش دولي. يعني حكم مصري مش دولي في مباراة مصر كلها بالدول العربية كلها بقارة أفريقيا كلها بيتفرجوا عليها. لك أن تتخيل بقى كانت عايزة توصل لحد فين. المباراة دي كانت عايزة توصل للتعادل عشان خاطر بيراميدز يكون هو خلاص كده ضمن الدوري، وإن النادي الأهلي حتى لو كسبه مفيش دوري. لك ان تتخيل ان بعد الهيصه اللي حصلت دي كلها نادي بيراميدز اتعادل مع النادي المصري. طيب اللي قبل كده كان بيحصل ايه بقى؟
ده بعد لقطة النادي الأهلي وحصل تعادل مع النادي بيراميدز اللي كان مقضيها سلسلة انتصارات زي الموسم اللي فات. فلك أن تتخيل في أول مباراة بعد المشكلة اللي حصلت الكبيرة دي كلها هوب مرة واحدة لنادي بيراميدز يتعادل. يعني في لاعب. لو هفضل ان انا هتكلم هقول لك على حاجه، يعني هفضل اتكلم في حاجات كتير فيها علامات استفهام بالهبل، والله العظيم بالهبل. فلو هنا ابو ريده المهندس هنا ابو ريده قاعد الفتره دي مبين للعالم كله ان هو مش في دماغه اي حاجه. انا كل الحكايه اللي عليا موضوع التحكيم، فلو هتيجي تكلمني هتكلمني على التحكيم. اهو النادي الاهلي راح جاي مديك حته كده من طرف المعلقه، بيقول لك التحكيم الاجنبي المفروض بياخد 25000 دولار، انت بتاخد 50 و70 الف دولار على اي اساس؟ اهي دي حته. دي حاجة. تاني حاجة، هنا ابو ريدة مبين للعالم كله ان هو مش في دماغه، وان هو مكمل في طريقه، وان هو مش عارف ايه، وان هو النادي الاهلي. إن الكابتن محمود الخطيب النهارده اثبت ليهم كلهم ان هو مبسوط واخر عنب، وجاي مستضيف ياسين وليد من بتوع ذوي الهمم. وطبعا كلنا شفنا له فيديوهات وهو بيتفرج على ماتشات النادي الاهلي بالذات، ولما النادي الاهلي بيجيب اهداف مثلا في دقيقه 90 ولا حاجه بيطلع يقول ايه والكلام ده كله. فكابتن محمود الخطيب استضافه النهارده مخصوص عشان يبين للعالم كله ان هو مش في دماغه، انا في طريقي. النادي الاهلي لو فعلا زي ما جمهور الزمالك بيتكلم وبيقول لك ان النادي الاهلي خايف من ان هو ينزل درجة رابعة، وزي ما محسسين السوشيال ميديا ان النادي الاهلي بيخبط ركبه بتخبط في بعضها، بص كده على حاجة معينة، وهي ان كل المسؤولين قعدوا مع كابتن محمود الخطيب قبل مباراة القمة بساعتين، الساعة 7 بعد الفطار، قعدوا معاه علشان خاطر يوافق على الخطاب او البيان اللي هينزله النادي الاهلي، وهم اللي كاتبين البيان ذات نفسهم. هم اللي كاتبين البيان ذات نفسهم علشان خاطر النادي الاهلي يطلع او يكتبوا كده على السوشيال ميديا بالنسبة للجمهور ان النادي الاهلي هيكمل المباراه عشان خاطر مسؤولين الدوله ووزير الشباب والرياضه، وعشان خاطر الجماهير اللي راحت اللي هو ايه، عشان خاطر الدنيا تمشي. ومع ذلك كابتن محمود الخطيب قال لهم لا، انا هلعب بالتحكيم اجنبي. هتجيبوا تحكيم اجنبي انا موجود في المباراه، مش هتجيبوا تحكيم اجنبي انا مش موجود في المباراه. وبيتكلم على الخطاب اللي طلع من رابطه الانديه. في معلومه عايز اقولها لك، في دلوقتي كل الناس اللي كانت طالعه بتتكلم دلوقتي بقت جايبه ورا كابتن احمد النائب احمد دياب، اللي كان طالع يقول لك ان انا بعت للاتحاد المصري موضوع التحكيم يبقى اجنبي، وان انا متكفل ومش عارف ايه وايه وايه. رجع في كلامه. عندك من ناحيه تانية بص، الانديه اللي المفروض كانت متضامنه، او من الانديه اللي هي في دايره الهبوط اللي هي كانت متضامنه، في كلام بيتقال ان هم بداوا ان هم يرجعوا مرشدير، ما عدا 3 انديه بالظبط: الاتحاد السكندري، ونادي زد، ونادي الجونه. بس هم دولت اللي موجودين دلوقتي. مودرن سبورت لسه بيشاور عقله، مش عارف بقى اذا كان هو عايز يكمل ولا ما يكملش، لو هو يتضامن مع النادي الاهلي ولا ما يتضامنش. بس سواء جت انديه ما جاتش انديه، لو جت انديه فالدنيا كلها هتمشي ان على ان الدوري يتلغي ويبتدي من اول وجديد، والاعتماد على الدور الاول. دي حاجه. الانديه ما انضمتش مع النادي الاهلي، فالخطابات والفيديو وكل حاجه تثبت ان الدوري متوجه، وان في غلطات تحكيميه بتحصل، وان النادي الزمالك بيجي له حكام معينه عشان خاطر تمشي الدنيا مع نادي الزمالك. ده كله هيروح للاتحاد الدولي فيفا. وزي ما انت مبين انك انت مش في دماغك، فالنادي الاهلي مش في دماغه، لانه هو خلاص زي قالها كلمتين. قال ان انا لو طلباتي ما اتنفذتش لحد اللي هو الوقت اللي احنا عارفينه، فانا منسحب من البطوله كلها. طبعا يعني من الاخر اللي انا عرفته ان في النهارده اجتماع مع كابتن محمود الخطيب من ناحيه وزير الشباب والرياضه وناس مسؤولين من الاتحاد الدولي المصري، وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل ما انتش عارف. بس اللي انا اتوقعه ان النادي الاهلي مباراه القمه هتتلعب تاني.
يا هتتلعب والدوري يكمل بتحكيم اجنبي، يا اما هو النادي الاهلي قفلها ضبه ومفتاح عليهم كلهم، اللي هم مش عارفين يتحركوا. حتى هم في اجتماعات مستمره لدرجه ان في انبوبه اختبار بتترمي كده للجمهور، يعرفوا رد فعل الجمهور عشان خاطر يمشوا عليه. انت معايا ولا مش معايا؟ مركز في الكلمتين اللي انا بقولهم؟ يعني في انابيب اختبار بتترمي عشان يشوفوا رد فعل الجمهور، عشان خاطر يشوفوا الجمهور هيعمل ايه، فبناء على رد فعل الجمهور هم هيشتغلوا عليه. بس وبرضه لحد دلوقتي، لحد بكره هيفضل في كلام كتير، ولسه هنشوف بكره ايه اللي هيتم، ولسه ولسه ولسه. بس اللي انا عايز ان انا اقوله لك ان النادي الاهلي واقف على موقفه، حاجه واحده ومش هيغيرها. اللي ظهر في البيان بتاع النادي الاهلي هو اللي هيظهر، او هو اللي النادي الاهلي مكمل فيه. دي الخلاصه. طبعا انا دلوقتي وصلت لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى من كل اخواتي وحبايبي الاهلاويه يعملوا شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من جماهير النادي الاهلي. ودلوقتي اقدر اقول سلام.